الاسباب تسويقيه، ساعات بنلاقي ان في برودكت بيعمل اكتر من فانكشن في نفس الوقت، اللي هو اتنين في واحد، اللي هو العربيه الهايبرد اللي هي بتمشي بالبنزين والكهرباء، او الغساله اللي هي بتجفف وبتغسل في نفس الوقت، مع ان في حاجه اسمها غساله لوحدها وفي حاجه اسمها مجفف لوحده، وقيس على كده كتير. فانا برضو عندي كونسيرن على فيتشر كده في بوستجريس والماي سيكوال، بحيث ان هي دخيله على الداتابيز الريليشنال، هي اوريدي موجوده وفي برودكت مينلي بيسبورتها وفي اكتر من برودكت بيسبورتها. النهارده هتكلم على الجيسون سبورت في البوستجريس والماي سيكوال والليميتيشنز وامتى نستخدمه، ايه الكيسز الاحسن ما نستخدمهاش، قارنه كده مع المونجو دي بي سريعا. يلا بينا. طيب الريليشنال داتابيز معروف ان هي فكرتها ان في سكيما، يعني في تيبلز معروف ايه الكولومز اللي فيها محدده بالتايبس بتاعتها، ومفيش فكره ان الابلكيشن تنسرت مثلا كولوم ما كانش ديفايند قبل كده. يعني لو انا عندي تيبل اسمه امبلوي وعندي فيه اي دي ونيم وايميل الديبارتمنت اي دي، ما ينفعش اجي اقول له للداتابيز انسرت امبلوي في اتريبيوت او كولوم مش موجود، زي مثلا خلاص نيم هو موجود فيه نيم بس، ما ينفعش كده اخترع كولوم واقول للداتابيز خلاص اعمل لي ستور للفيلد ده. الفكره كلها ان اللي هي ريليشنال داتابيز او ماي سيكوال او بوستجريس هي مبنيه على سكيما، فبيحصل فيه سكيما فاليديشن وبيحصل تايب فاليديشن لما بيجي يحصل انسرت، وساعتها الداتابيز هتقبل الانسرت او الابديت دي ولا لا بناء على السكيما اللي هي ديفايند فيها. طيب جت البوستجريس والماي سيكوال قالوا ان هم هيسبورتوا حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، اللي هي ايه؟ اللي هي الجيسون سبورت. يعني يبقى في كولون هو عباره عن جيسون. طيب يعني الكولوم ده مش تايب تكست او فارشار او نمبر او اي تايب من التايبز اللي كانت موجوده في الداتابيز، هتسبورت حاجه كده دايناميك. طيب هم بداوا الكلام ده امتى؟ انا تقريبا مش متاكد، بس انا شفت ان ار اف سي كان موجود لبوستجريس في 2014، فاحنا كده بنتكلم اكيد ان ده حصل بعد مونجو دي بي ما بقت يعتبر ريليز. يعني كانت مثلا لو قلنا ان هي مونجو دي بي كانت موجوده بدايه من 2009، فهم بداوا يعتبر بعدها ب5 سنين تقريبا. يعني بنتكلم ان مونجو دي بي، طب ايه اللي خلانا جبنا سيرتها؟ هي فكرتها ان هي انت ممكن تستور دوكيمنت، يعني هي شبه الجيسون كولون ده، هي في الاخر هي دوكيمنت جيسون، ممكن تقول لها في فيلدز النهارده موجوده، في فيلدز بكره تانية موجوده. يعني في الموضوع السكيما عنده مش مانداتوري زي الريليشنال داتابيس. هو مونجو دي بي بتسبورت سكيما فاليديشن، بس ده مش حاجه اساسيه. يعني انت ممكن تعمل انيبل او ديسيبل، ممكن تعمل رولز كاستم رولز، يعني الموضوع فيه فليكسيبيليتي شويه عن الريليشنال داتابيز اللي على طول لما تيجي تعمل انسيرت الريكورد لازم يكون بيماتش السكيما دي. فالمونجو دي بي بتسبورت دوكيمنت اللي هي جيسون، اللي هي السكيما بتاعتها مش ثابته قوي. وفي نفس الوقت بوستجريس والماي سيكوال بداوا ان هم يسبورتوا حاجه شبه كده. طيب ايه اللي خلاهم يعملوا حاجه زي كده؟ طيب ليه الريليشنال داتابيز او بوستجريس بالذات، خلينا نركز عليها شويه عشان اشتغلت معاها اكتر. ليه الريليشنال داتابيز بتسبورت جيسون كولوم؟ هي الفكره كلها ان هو في وقت الابلكيشن دلوقتي بتبقى عايزه تحط داتا الاستراكشر بتاعها مش بري ديفايند، الابلكيشن مش متاكده مثلا في اكتر من كيس، فهو مش عايز يحط اكتر من سكيما او اكتر من تيبل، فعايز يكفر كل الكلام ده في نفس التيبل او في نفس الكولوم، فعايز يحط الكونتنتس دي في شكل جيسون. طيب في طريقتين ان الداتابيز تحط الجيسون ده، في جيسون كولوم تايب وفي جيسون باينري او جيسون بي. والفرق ما بينهم ان ده كولوم اللي هو الجيسون حاطط الفاليوز كتكست، فبالتالي لما تيجي تعمل سيرش او اندكس بيبقى بيعمل اندكس على التكست، فبالتالي بتحتاج يعمل بارس كل مره لو انا عايز مثلا اكويري جزء معين من الجيسون ده. لكن الجيسون بي هو ابطا شويه بس وقت الانسيرتس والابديتس، علشان هو بيعمل بارس ويبص على الاستراكشر بتاع الجيسون، وبعد كده يقدر يعمل الاوبريشنز اللي هو عايزها زي اندكسنج مثلا على الجيسون بي ده، لان هو خلاص عارف الاستراكشر بتاعه زي، ويبدا ان هو يقول ان خلاص لما انت تيجي تقول مثلا انا عايز الفيلد ده، هو انا مش هعمل سيرش، انا اوريدي عامل اندكسنج لان ده باينري، فانا هقدر اقول ان الفيلد ده موجود فين اسرع من لو كان الفيلد ده جيسون مش باينري جيسون. نرجع بقى للمونجو دي بي، اوريدي بتسبورت الكلام ده اوت اوف ذا بوكس، وهي اوريدي مبنيه على فكره الجيسون دوكيمنت اللي هي مش لازم اعمل عليها سكيما فاليديشن. الفكره كلها ان بوستجريس والماي سيكوال لما بيسبورتوا جيسون، طبعا انا مش محتاج ان انا اران مثلا اوبريشنال كوست بتاع المونجو دي بي. لو انا مثلا عندي ليميتد ريسورسز مش محتاج ان انا اتعلم بقى المونجو دي بي وابدا اغير الابلكيشن، ان انا ادخل المونجو دي بي في كيسز معينه وحاجات زي كده. وان كان انا شايف ان هي برضو فيتشر لا تنتمي للريليشنال داتابيس عموما، فكره ان هي ملهاش سكيما ديفايند. وان كان في بلجن كده للبوستجريس اظن اسمها
اسمها بيجي جيسون سكيما فور بوستجريس. هي اكستنشن ممكن تعمل لها انستول على البوستجريس. فكرتها ان هي بتعمل سكيما فاليديشن على الجيسون اللي بيتحط في الكولوم ده. انا شايف ان ده انتي باترن، يعني هو في الاخر عندك سكيما فانت رايح للنو سكيما، فبعد كده عايز تعمل فاليديشن على السكيما. طب ما انت اوريدي عندك سكيما من الاول، يعني ايه فكره ان انت تروح لحاجه دايناميك وبعد كده انت عايز تنقلها ستاتيك تاني؟ فمشكله الجيسون عموما ان هو بيبقى فيه مشكله في الحجم بتاعه. طيب هي الناس ليه اصلا تروح لمونج دي بي مقارنه بالبوستجريس؟ طبعا احنا بنتكلم في تو ديفرنت داتابيزز، هو ده نو سيكوال وده سيكوال عادي اللي هو ريليشنال داتابيز. لما بيكون عندي ترانزاكشنز عايز سترونج كونسيستنسي وعايز اعمل حاجه زي البانكينج مثلا، اللي هو ما يبقاش فيه فكره ان الابلكيشن تقرا داتا لسه قديمه، الكوميت اوريدي اتعملت بس لسه الريبليكيشن ما وصلش للنود اللي انا فيها، فبالتالي هيبقى فيه مشكله ان انا قريت داتا في وقت غلط. يعني اوريدي مثلا في المونجو دي بي انا احاول اعمل سترونج كونسيستنسي، وان كان انا كده بفقد الفيتشرز او الاهميه بتاعه سكيلابيلتي بتاعه مونجو دي بي، ان انا بحاول اخليها شويه شبه الريليشنال داتابيز. ففكره اللي هو الكونسيستنسي في المونجو دي بي هي باي ديفولت مش سترونج، ولو انت عايز تخليها سترونج كده انت هتفقد السكيلابيلتي بتاعه المونجو دي بي. لكن البوستجريس هي اوريدي سبورت سترونج كونسيستنسي، هتنفع جدا في الابلكيشنز اللي فيها ترانزاكشنز، مفيش توليرانس عموما لايه ان الداتا تكون مش اب تو ديت. لو انا عندي كيس فيها جيسون اوريدي انا بستخدم بوستجريس او ماي سيكوال وعايز اكمل في نفس الابلكيشن، اليوز كيس عندي ان انا دي داتا تبع بانكينج او حاجه تكون فيها سترونج كونسيستنسي، خلاص انا كده ممكن استخدم الجيسون كولوم. طيب في حاله بقى ان انا ليميتد بالجزء بتاع الكونسيستنسي ده، وممكن ابدا ان انا اكسبت فكره ان يبقى في ستيل داتا، ممكن في داتا مثلا تاخد مثلا ثواني عقبال ما تبقى اب تو ديت في شارد تاني او في جزء تاني من الابلكيشن. الفكره كلها ان انا الاحسن ان انا ما استخدمش الجيسون كولوم في الماي سيكوال بوستجريس. من واقع يعني تجربه يعني ان في كان كيس استخدمنا الجيسون كولوم، وكانت المشكله في ايه؟ ان انت كابليكيشن جاي لك مثلا ريكوايرمنتس، والله انا جاي لي جزء كده هبقى فيه مش عارف الاستراكشر، فانا هسبورت اكتر من كيس، حاجه زي ان انا اجي لي مثلا 10 20 استراكشر للجيسون ده، فانا عايز اسبورت الكلام ده وهاخده وهعمل له مثلا سند الابلكيشن تانية هي هتفهم بيزد على اليوز كيس. طيب المشكله في ايه؟ ان الكلام كويس، يعني انا الداتابيز انا بستور فيها تكست ونمبرز، لو انا عايز استور حاجه كومبلكس والحجم بتاعها بيكبر بيزد على البيزنس نيد، هي تبقى المشكله هنا ان الداتابيز مش ديزايند ان هي تشتغل بالسرعه اللي هي شغاله فيها في اللي هي النون جيسون كولومز، في الكولومز العاديه كومبيرد للجيسون كولومز. فالفكره كلها ان الداتابيز هتلاقيها بقت ابطا، وهتبقى المشكله طبعا في الابلكيشن ان هي دلوقتي بقت ابطا لان الداتابيز بقت ابطا في الجزء بتاع الجيسون لما يكون حجم الجيسون بيكبر. فاحنا بنتكلم لو السايز بتاع الجيسون ده بنتكلم ان هو زي تيبل، يعني في الاخر انا بتكلم على كام كولوم، خلينا نبقى نشوف مثلا ايه هو الحجم المتوسط للتيبل في الداتابيز عموما عشان تبقى performant enough، وعدد الاندسيز اللي ما تبقاش كتير قوي ولا تبقى قليله برضو تبطئ الابلكيشن. نفس الكلام ده هينطبق على الكولوم ده، وان كان الكولوم ده ممكن يشيل اصلا تيبل في حد ذاته، فاحنا مش عايزين الكولوم ده يكبر كفايه ان هو يبقى يبطئ الابلكيشن. دي مشكله بالنسبه لي انا شفتها في الجيسون، ان الابلكيشن ممكن فعلا تبقى عندها بوتل نيك في الجزء ده. لو انت مش عايز سترونج كونسيستنسي ما تروحش اصلا للكولوم ده، انت عندك في تكنولوجيز تانية بتسبورت فكره ان انت تديها دايناميك ستراكشر، مفيش سكيما ديفايند او مفيش يعني سترونج فاليديشن للسكيما، وممكن تروح لمونجو دي بي، ممكن تروح لحاجه تانية طبعا على حسب السايز. احنا بنتكلم مثلا في دوكيمنت انا هحتاج اعمل كويريز على فيلدز جوه الدوكيمنت الجيسون دي، فانا كده خلاص انا كده عارف ان انا هروح لداتابيز، صرف نظر بقى الداتابيز دي هي مونجو دي بي او غيرها، بس هي في الاخر هي هتبقى نو سيكوال عشان تسكيل، وانا مش محتاج السترونج كونسيستنسي فخليني مع النو سيكوال. وفي نفس الوقت هحتاج اعمل كويريز على الجيسون كونتنتس الفيلدز دي، عايز اعمل نستد مثلا كويري على فيلد جوه اوبجكت وهكذا. وفي كيس ثالثه بقى ان انا كابليكيشن انا مش محتاج فعليا اعمل كويريز، يعني انا عايز اخد كده بالك اوف جيسون سترينج او كونتنت وعايز احطه بريزسته في الداتابيز، وهبدا ان انا اعمل له ريتريفال زي ما هو، انا مش هعمل
بروسيسنج على الكونتنتس بتاعته. وهنا بقى يبقى في سوليوشن ثالث اللي هو انا مش محتاج اصلا ريليشنال داتابيز، لان انا مش محتاج اعمل كويري على الفيلد ولا النو سيكوال. وفي نفس الوقت احنا عارفين الليميتيشنز بتاعت الجيسون في الريليشن داتابيز. انا ممكن بقى اروح لحاجه زي S3. انا كده ممكن احط الفايل زي ما هو جيسون في S3، هتعمل ستور للفايل اللي هو لحد ما بدا يكبر بقى دلوقتي في السايز بتاعه، وانا عارف ان انا الابلكيشن مش محتاج اصلا تعمل بروسيسنج عليه. انا هاخده زي ما هو وهعمل له ديسبلاي في الابلكيشن، او الابلكيشن هي اللي هتعمل بارس وهتعمل ديسبلاي لكل فيلد او كل جزء او كل اوبجكت من الجيسون ده بشكل معين. فهي الفكره كلها ان انا محتاج ابقى عارف ايه الابلكيشن محتاجاه، وابدا اقرر واستخدم التكنولوجي اللي هتبقى مناسبه للكيس دي. انا مشكلتي تاني للجيسون سبورت في الريليشن داتابيز ان هو مش سكيلابل. لما يكون السايز بتاعه بيكبر بيبقى فيه مشكله في البرفورمانس كبيره. فكره ان انا رايح لنو فاليديشن وانا اصلا عندي اللي هو السكيما نو فاليديشن او اللو فاليديشن في مونجو دي بي او اي حاجه تانية نو سيكوال يعني دوكيمنت بيز. في نفس الوقت انا شايف ان انا استخدمه بس في حاله ان انا محتاج سترونج كونسيستنسي، ولازم برضو اخد بالي ان السايز بتاع الجيسون ده ما يكبرش بشكل كبير عشان ما اثرش على الداتابيز، وافضل على طول اعمل بارتيشننج حتى على البيزنس لوجيك نفسه، ان انا ما احطش كل الجيسون في جزء واحد. ابقى اتاكد ان انا لو في امكانيه ان انا اسبليت الجيسون ده على اكتر من تيبل او اكتر من كولوم على الاقل، يكون ده الكيس. ده كان باختصار الموضوع بتاع الفيديو النهارده، الجيسون بي والجيسون سبورت في الريليشنال داتابيز والفرق ما بين مونجو دي بي. فكره ان الاوبريشن كوست ممكن يخليني ان انا استخدم الجيسون في البوستجريس او الماي سيكوال بدل ما اطلع بقى كلاستر للمونجو دي بي وابدا امنتينه، او ان انا حتى اشتريه مانجد سيرفيس. بس اخد بالي من فكره السايز، ان السايز بتاع الجيسون ده ما يكبرش بشكل كبير، وابدا نعمله سبليت على قد ما اقدر بحيث السايز بتاعه مانجابل، واستخدم جيسون بي احسن لي لو انا محتاج اعمل اندكسنج او ان انا اعمل نستد كويريز. اتمنى يكون الموضوع مفيد، ولو في اي حاجه مش واضحه ممكن تكتب لي في الكومنتس او تبعت لي، وان شاء الله برد عليك. شكرا.